السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين وبخير، وعيد أضحى سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وأهلا بكل المشتركين الجداد اللي جم في القناة منورني. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن جزئين، عن آلاء ومحمد، والفيديو اللي عملوه حوارات ما شاء الله، كانوا جايبين عجل كده وناويين بقى ان هم علشان خاطر يعملوا ويذبحوه في العيد. وهنتكلم على حمدي ووفاء او وفاء بالاخص. اول حاجة طبعا هم كانوا حوارات، عملت فيديو لذيذ كده جميل بين نهال والحاجة وآلاء ونيرة وولاد أم زياد والحاج جابر، وكانوا مجتمعين على أساس إن هو ده تصوير يوم الوقفة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظ لك توتة يا رب يا محمد، وتقومي بالسلامة يا آلاء. واللي عجبني في الفيديو إن آلاء الحمد لله رب العالمين، ربنا يشفيها ويكمل شفاها على خير. بدأت ان هي تتعافى شوية، وكانت حبيبتي لابسة كمامة على اساس محدش يعني يشوفها. ومتعاونين وبيعملوا مع بعض المحشي، وحاجة جميلة قوي. عايزاكم تاخدوا بالكم من الصورة ديت، العوامة اللي قدامكم دي اللي هي على شكل صخر ومش عارف ايه، العوامة ديت كانت عند حمدي. يعني بمناسبة ان احنا هنتكلم يعني على حمدي ووفاء والناس دي، اللي هو يعني احنا ماشيين من الفيلا خلاص، فخلاص مع السلامة يا جماعة، بصوا بقى خدوا الحاجات دي، لان الفيلا طبعا كانت ايجار بتاعت حمدي ووفاء. فسابوا الحاجة وبعتوها، الحاجات اللي هم شاريينها والله اعلم، ممكن يكون الغسالة اللي اشتروها او الميكروويف اللي اشتروه، تلاقيه برضو ودوه هناك. وده هيدخلنا من موضوع اولا، يعني قبل ما نقفل موضوع حوارات، نتمنى لآلاء ربنا يا رب يشفيها. شايفه ان الحاج جابر مهتم بيها جدا جدا ما شاء الله، كل شويه ماسك في ايديها موديها عند العجل مش عارف عامل ايه، كل شويه بيشكرها. ولكن حسيت ان نهال في اخر المشهد من الفيديو، يعني ان هو بيقول تسلم ايد آلاء، تسلم ايد آلاء اللي طبخت. هو طبعا بيدعم آلاء، بيديها حاله نفسيه كويسه. ولكن نهال كانت مركزة في الأكل، أتمنى ما تكونش تزعل برضو. وفي نفس الوقت حاج جابر يعني إيه كتر خيره إن هو عايز يعني يرفع من معنويات آلاء، ربنا يشفيها أمين يا رب العالمين. هنخش بقى على وفاء امبارح نزلت فيديو على قناة عائلة حمدي ووفاء، وكانت بتذكر فيها بقى طالعة بقى من البيت واحنا ما فيش اكل في البيت، والبيت فاضي خالص، وتعالوا يلا علشان خاطر هاكلكوا بره ومش هاكلكوا بره. وفاء امبارح في الفيديو كانت مبتذلة زيادة عن اللزوم جدا 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 جدا، بمعنى ان هي كانت بتضحك ضحك كياد، ضحك غيظ. وطبعا قعدت ترمي كلام في نص الكلام، اللي هو احنا هنا هناكل ونعيش والمنظر والجمال. الله يكون في عونك يا حمدي، زمان النور قطع عليك. يعني انت عايزة تقولي علشان مصر بيقطع فيها النور ساعة ولا ساعتين في اليوم، ان احنا خلاص يعني؟ وفي نفس الوقت وهي ماشية تقولك شايفين المناظر، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، العيال أول مرة تخرج، احنا هنا وضع مختلف، وحشنا الأجواء التركية والجو التركي. انتي محدثة ليه كده يا وفاء؟ بجد والله، يعني هو انت ليه واخده الموضوع ان انت واحده سافرتي عادي من بلد لبلد ورحتي هناك؟ ايه المشكله انك انت لازم تطلعي الحاجات الوحشه اللي في مصر؟ ليه زمان النور قطع عليك يا حمدي؟ يعني ليه الطريقه دي؟ ليه الطريقه دي؟ يعني انا ليه كل ما نحاول ان احنا نمشي من مصر لازم قبل ما نمشي نفضل نطلع فيديوهين 3 4 نبين للناس ان انتوا في حاجه وحشه جدا؟ ليه يا ماما؟ ليه الاحداث؟ ليه انك انت كده كده خرجتي من مصر ورحتي تركيا علشان انت مالكيش كيف ان انت تقعدي، او هترجعي وقت الدراسه؟ ايه ارتقي بقى، يعني نفسي الناس ترتقي يا جماعه. ما عجبنيش خالص انك انت طول ما انت ماشيه تقولي المناظر، بصوا البحر، بصوا الشجر، بصوا المش عارف ايه، بصوا الايه. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ يعني غلط. المرة اللي فاتت برضو مشوا وراحوا دبي ولا راحوا معرفش فين، قعدوا عملوا فيديو واحنا سيبنا مصر عشان اتعمل فينا وتخلى فينا. طول الوقت بتتكلمي، بتعملي فيديو رسالة، انتي بتوصلي رسالة
ان محدش يقدر علينا، محدش يقدر يمسكنا، محدش يقدر مش عارف ايه. مصر زمان النور قاطع. يعني يا ستي مصر مش مستنياك انتي علشان خاطر تعملي، يعني وجودك مش هيعمل لنا حاجة، مش هيزود لنا الهوا مثلا. وجودك يعني مش هيفرق معانا في حاجة. يا ستي يا ستي احنا بنحبكم. بلاش تنسي انك انتي يوتيوبر وكلمتك ليها اثر في الناس. بلاش ان انتي تطلعي تغيظي الناس. انتي بتغيظي الناس ان انا مشيت من مكان انتوا فيه. ليه ايه لازمة ان انا ابين ان انا بصوا اصل احنا في وضع تاني، وتعالوا شوف الولاد هيتمرجحوا. هي دي مراجيح يا وفاء؟ يعني معلش، المراجيح اللي هي في حديقة عامة من غير فلوس، اللي هو داخلين كده، اللي هو زي الشلالات عندنا في اسكندرية، ولا زي مش عارفة فين. دي حديقة عامة، دي انتي كده بتفسحيهم. واقفة طبعا وهي بتشتري الايس كريم، عمالة بقى تتكلم تشكرات الكلمة اللي هي حافظاها تركي، وفي نفس الوقت ما في ايس كريم، ما في مش. لا ما عجبتنيش انتي يا وفاء. احنا حبيناكي على انك انتي بنت بلد، واقفة مع جوزك، واقفة جدعان، ست شاطرة في بيتها، بتطبخ، جميلة، طموحة. كل ده احنا حبيناكي عشانه. لكن انتي بقالك كل فيديو تطلعي فيه تفضلي تطلعي مساوئ مصر، اذا كنت انتي ولا جوزك، بالصورة اللي كان عاملها للفيديو بتاعه، اللي هو الراجل يعني بفلن حمالات. وانتوا اصلا يا جماعه مصفيين قعدتكم ومصفيين الدنيا، وبعتين العوامات وبعتين الحاجات لمين؟ لابوكوا ولاهالكوا. كل العوامات راحت. انا مش هقول ان ده يثبت ان هم مشوا، لا، هم فعلا حاجات زياده هم جايبينها مش هيسيبوها في الفيلا اللي مأجرينها، فيلا بالسلامه خدوها. يا جماعة مش لازم. انتي حرة. انتي مش مطلوب منك تبيني ان اي حاجة. انتي مش مطلوب منك انك تطلعي لنا لسانك، او تطلعي للي عمل فيكم القضية اللي هو كريم علاء لسانك. انتوا مالكم مركزين ليه الراجل ده اول ما بيبان او بيظهر او بيتكلم؟ او مثلا زي الفيديو اللي كان عامله وقال انا مش شمتان، بس خلاص اهو في قضايا وحقي هيرجع ومش حقي هيرجع. انتوا مسحتوا له فيس ومسحتوا له يوتيوب مليون وشويه. ليه لما الراجل ده بيبان ردودكم وشكوا الحقيقي بيبان؟ قبل كده هو اتقال ان كنتوا لما قفلتوا له اليوتيوب كتبتوا على المنتدى يلا تعيش وتاخد غيرها، ولا معرفش يلا يا حلو هنستناك وهنعملك. هو عامل لكم ايه الراجل ده عشان تطلعي تبقي مركزة وانا محدش يقدر علينا وفي اي بي، وانتوا اصلا عاملين مقلب فيك واحنا عارفين الموضوع كله تمثيل؟ مفيش داعي ان انت تطلعي مساوئ مصر. وعموما مهما تقولي مساوئ مش مساوئ، مصر مش مستنية رأيك. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. وانا مش متغاظة منهم يا جماعة، انا بس متضايقة من ان احنا لازم نطلع مصر وحشة، ومصر دي ست الناس كلها. اشوفكم على خير، يلا سلام عليكم.